وينضم إلينا من أمام البرلمان التونسي جلال غديرة عضو حركة نداء تونس. سيد جلال، ما هي الخطوة القادمة؟ أولا الخطوة القادمة بعد حجب الثقة عن حكومة الحبيب السيد ب 118 صوت وثم 27 محتفظين، يعني كذلك يتسمى حجب الثقة عن حكومة الحبيب السيد. الخطوة القادمة هو رئيس الجمهورية حسب الدستور يعين الشخصية الأكثر كفاءة وأكثر مقدرة ليصبح رئيس حكومة. رئيس الحكومة الجديد هذا في غضون 10 أيام. رئيس الحكومة الجديد عنده أقصى مدة شهر لتشكيل الحكومة الجديدة نتاعو وعرضها لطلب ثقة من مجلس نواب الشعب. نعم. يعني نتصور كونه من 4-5 أيام أخرين رئيس الجمهورية يعلن عن اسم رئيس الحكومة الذي يقترح، وتتم بعد ذلك بقية المراحل إن شاء الله في ظرف 20 يوم تكون تونس عندها حكومة جديدة. طيب سيد جلال، يعني كيف كان التصويت داخل البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة؟ كان النتيجة هي احنا كنا حاضرين في البرلمان ب 91 نائب، يعني نسبة مرتفعة من مجموع 217. ثم 118 نائب حجبوا الثقة تماما، وثم 27 نائب احتفظ بصوتهم، وثلاثة نواب وافقوا الحكومة هذه على وجدوا لها ثقة، وبقية النواب أعلنوا صراحة عدم عزمهم على المشاركة في التصويت. وهذا الموقف يعني حجب الثقة كان متفق عليه منذ أن أطلق رئيس الجمهورية المبادرة بتاعه والمتمثلة في تركيز حكومة وحدة وطنية. والمبادرة هذه موافقين عليها 7 أحزاب سياسية، يعني ثم توسعة في الائتلاف اللي هو موافق على هذه المبادرة، و3 منظمات عديدة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وكذلك اتحاد الصناعة والتجارة. وبالتالي احنا متأكدين ان الحكومة المقبلة ستكون عندها سند سياسي أوسع وأقوى، وهذا ما يمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة من طرف الشعب التونسي. نعم، السيد جلال غديرة عضو حركة نداء تونس من أمام البرلمان التونسي، شكرا لك.